وهو يبكي فقلت له وما يبكيك فقال يا أحمد ولم لا أبكي إذا جن الليل ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه وخلا كل حبيب بحبيبه وتعالى فنادي فيهم يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى ذكره وإني لمطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم وأرى بكاهم فلم لا تنادي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء هل رأيت حبيبا يعذب أحبابه أم كيف يجمل بي أن أخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا إلي وبي حلفت إذا وردوا على القيامة لا أكشفن لهم عن وجهي الكريم حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم الله لا إله إلا 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 الله أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود إذا كان الغالب على عبدي اشتغاله بيا جعلت همه ونعيمه في ذكري فإذا جعلت همه ونعيمه في ذكري عشقني وعشقته فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه يا داود فلا يسوء إذا سهى الناس وكنت بين عينيه معلما كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبدش بها ورجله التي يمشي بها يا داود فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يبدش وبي يمشي لا إله إلا الله الله لا إله تعالى
إلى موسى عليه السلام يا موسى يا موسى إن لي عبيدا ننظر في وجوههم كل يوم 70 نظرة قال موسى عليه السلام يا ربي بما نالوا ذلك قال الله تعالى لأنهم استحيوا أن يناموا عن ذكره واستحيوا أن يتكلموا إلا بذكره فأصهم حلاوة عافيتهم وأشبعهم بغير دعام الله لا إله إلا الله 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 أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود يا داود قد كذب من ادعى محبته فإذا جنه الليل نام عني أليس كل محب يحب لقاء حبيبه أليس كل محب يحب لقاء حبيبه وأنا موجود لمن طلبني هو إلا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود يا داود إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري يا داود إن كنت تحبني فأخرج حب الدنيا عن قلبك فإن حبي وحبها لا يجتمعان في قلب واحد كما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد إياها إلا الله هو يا إلا الله هو يا
Allah